إلى تنزانيا رحل الوداد حامل اللقب، وأمام سيمبا لا يفكر زملاء القائد يحيى جبران إلا في الفوز قبل مواجهة الإياب في المغرب. من دون مقدمات حاول أصحاب الأرض التسجيل مبكرا. أول ظهور لحامل لقب الدوري المغربي جاء بهذه الرأسية لزولا. غاريدو بدا متوترا لكنه طالب لاعبيه بالهدوء قبل أن ينجح جون باليكي في افتتاح التسجيل بهدف مباغت في مرمى الحارس يوسف المطيع. اهتزت الجماهير فرحا، وهنا بدأ زملاء أيمن الحسوني يفكرون في هدف التعادل. شهية التنزانيين بقيت مفتوحة، وكانوتي كان قريبا جدا من إضافة الثاني بتسديدة زاحفة من بعيد. الضيف المغربي لم يستسلم، حاول كثيرا لكنه لم ينجح في الوصول إلى الشباك. هذه الأمطار الغزيرة جعلت الحكم يوقف المباراة لبضع دقائق في شوط تقدم فيه سيمبا بهدف. أصحاب الأرض كثفوا من هجماتهم بحثا عن المزيد، لكن نقص التركيز حرمهم من ذلك. الفعالية غابت عن هجوم الوداد في وقت حافظ فيه سيمبا على تقدمه بهدف قبل مواجهة الإياب بالمغرب.